مرحبا وأهلا وسهلا فيكم عن جديد. وصفتنا اليوم رح تكون باتر تشيكن اللي هي الدجاج بالزبدة، محضرة على الطريقة الهندية، وصفة كتير شهية ومن أحلى الوصفات الهندية السهلة والسريعة. بتمنى تنال إعجابكم. خلوكم عم تتابعوا الفيديو. قبل ما نبلش بدي منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا نبلش طريقة التحضير. عندي 400 جرام دجاج صدورة، وفينا نستخدم الورق، بيكون مقطع مكعبات. هلأ بدي أضيف معجون الثوم والزنجبيل، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة بابريكا حادة، وهون حطيت معلقة كبيرة لبن اللي هو الروب. وهلأ بدي أضيف عصير نص ليمونة، بحركهم كتير منيح مع بعض، وبعدها بدي غلفه وحطه بالبراد لحتى يتشرب النكهات لمدة نص ساعة. بمقلاية على نار وسط بدي أحط فيها معلقة كبيرة زيت زيتون ومعلقة كبيرة زبدة على نار متوسطة، وبعدها بدي أضيف الدجاج. نزل الدجاج، بحركهم شوي مع بعض، هيك. بعد ما استوى الدجاج هلأ بدي بشيله على جنب مشان أحضر الصوص البندورة. كمان بنفس المقلاية بدي أضيف معلقة كبيرة زبدة، وبدي أحط معها كمان معلقة كبيرة تشيلي باودر. بحركهم شوي مع بعض، وبدي أضيف البصل، بيكون مفروم خشن، بصلة كبيرة. بحركهم شوي لحتى يدبل البصل. وهلأ بدي أضيف البندورة. عندي تقريبا 3 رؤوس بندورة كبيرة مقطعة خشن كمان. بحركهم شوي مع بعض. وهلأ ضفت هون معلقة صغيرة شراب البندورة لحتى يطلع معي هيك اللون الأحمر الحلو. وبدي أضيف البهارات. عندي بهارات معلقة صغيرة كمون وكزبرة وملح، طبعا الملح اختياري. وبعدها بحركهم شوي، وبدي أضيف قد كف الإيد كاجو. طبعا الكاجو اختياري، بس بيعطيكم قوام كريمي ونفس تبع المطاعم، بيعطيها طعم كتير طيبة وفينا نستغني عنه. وهون أنا ضفت كوب ماي، وبهدي النار لحتى تتعقد معي البندورة. بشيل هلأ الخليط بعد ما تعقدت البندورة، وبدي أحطه بالخلاط وخلطه كتير منيح لحتى يطلع القوام ناعم. وإذا بتحبوه يكون ناعم كتير فيكن صفيه بالمصفاية، بس أنا ما صفيته لأنه طلع معي ناعم. وبنفس المقلاية حطيت معه معلقة كبيرة زبدة، وحطيت الخليط البندورة. هون ضفت الدجاج، بخليه شوي لحتى يتشرب من نكهة الصوص. وهون حطيت تقريبا ربع كوب كريمة، بهديهم على نار هادية تقريبا مدة 7 دقايق. وهيك طبقنا صار جاهز، الباتر تشيكن أو الدجاج بالزبدة، بطريقة مبسطة وسهلة كتير. الدجاج طالع معنا طري وكريمي ومليان نكهات. جربوها وقولوا لي رأيكم بالتعليقات. طبعا عند التقديم أنا حطيت معلقة كبيرة كريمة على الوش مع رشة كزبرة خضراء، وفينا ناكل قدامه رز أبيض. إذا حبيتوا الوصفة لا تنسوا من اللايك والاشتراك بالقناة، واستنوني بوصفات هندية تانية. صحة وهنا.